انا قلبي مخدود كده من الامن ومن اللي يحصل ومن بهدله الجمهور، بس هو الجمهور هيقعد، بس اهم حاجه النتيجه في النهايه يعني. هو كل ده وعايزين برضه نقول حاجه برضه للجمهور، يعني الجمهور اللي هيخش الساعه 1 ويخش الساعه 2، الماتش الساعه 7:30 هتقعد تغني وتشجع في صنم، في حيطان وفي ملعب وفي عرض وفي نجيله. لا انت ممكن تخلي مجهودك ده لحد ما اللعيبه تيجي وتبدا بقى تشجع عشان توفره. طبعا معانا تليفون نشوف رايهم معانا ايه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ احمد منين؟ اهلا يا احمد. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا ريس؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله تمام. ايه هتتفرج على الماتش فين؟ والله هتفرج عليه في البيت. في البيت. ايه؟ مش بتسافر القاهرة؟ حاولت تجيب ومعرفتش ولا ما حاولتش؟ والله انا يعني في الاول فكرت ان انا اجيب تذكرة واروح احضر في الماتش، لكن بعد اللي انا شفته سمعت تذاكر وحرب التذاكر فقلت طب ايه رأيك في الحرب اللي موجودة دي والتذاكر يعني؟ يعني هقول ايه بس، يعني حاجة مش معقولة يعني. احمد انت عندك كام سنة؟ 25. 25 سنة. يعني كنت صغير ما حضر يعني اكيد، بس حضرت 2001 تقريبا. 89 لا صح؟ اكيد. اكيد 89 لا انا اسف. بس تفتكر ماتش 2001 و5-2 الشهيرة؟ كابتن طارق سعيد وابو ظاهر السقا وكابتن عبد الله الصبري. نفسك الماتش ده يتعاد بكره؟ نفسك الماتش ده يتعاد يوم السبت؟ نفسي والله. طب تتوقع يكون كام؟ العشم ان هو يكون 4-0 انا راضي. فرح الناس كلها والناس كلها تفرح تنبسط، يعني حاجه جميله برضه زي 89 كده كمان برضه يبقى 2009 عاملين كده برضه ربنا يكرم ان شاء الله. يا مسهل. وبالنسبة للتشكيل اللي حضرتك تتوقعه؟ انا بفكر ان شاء الله 4-0. 4-0 التشكيل. اللعيبة تفتكر حسن هيبدأ ازاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حراسة المرمى هيبدأ ممكن بعصام الحضري، قدامه هاني سعيد مع عبد الظاهر السقا مع فايز معوض، بركات من ناحية اليمين. وسط الملعب ممكن محمد بركات مع أحمد حسن، عفوا محمد أبو تريكة مع أحمد حسن. في الهجوم ممكن يبدأ بعمرو زكي، ممكن يبدأ مع حماد نجار برضه. تمام. قلت عبد الظاهر السقا، يعني تخيلي غايبة وانت حضرتك قلت بس انت بتقول عبد الظاهر السقا. تتوقع مع ان عبد الظاهر غايب كتير الفترة اللي فاتت عن صفوف المنتخب ومش جاهز يعني تقريبا دوليا، بقاله سنتين بعيد عن المنتخب، ودلوقتي الاكثر جاهزية منهم تقريبا احمد سعيد اوكا. والله انا شايف ان خبرة عبد الظاهر السقا ترجح مشاركته افضل من اوكا، خبرته الكبيرة مع منتخب مصر ومشاركاته مع نادي طبعا الناس في كذا دوري. فانا بفضل عبد الظاهر السقا يلعب اساسي كده. لو هتتخيل سيناريو للماتش كده وانت قلت 4-0 صح؟ ان شاء الله. طيب تتوقع كده بقى مين اللي هيجيب الاهداف؟ والله انا اتوقع ابو تريكة ممكن يجيب 2، واتوقع عمرو زكي وزيدان. عمرو زكي وزيدان. يا رب نتمنى النتيجة دي تخلص فعلا تبقى كده، ونفرح كلنا بقى بعد الماتش ونسمع صوتك تاني في مكالمة بقى ونشوف كلنا حلقة نبارك فيها المنتخب مصر. قول يا رب يا ابو حميد النهارده، وان شاء الله بعد الماتش نعمل حلقة استثنائية كده ونبارك كلنا للمنتخب وللجمهور كله. باذن الله تعالى. متشكرين يا احمد على اتصالك جدا. انا المتشكر وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. مع السلامة. هنطلع بقى لفاصل كده. الأغنية أنت بتحبيها جدا. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي ظهر النيل بيجري جوه
الو الو الو، مين معانا؟ دينا عاطف الزملكاوية. الو، مساء الانوار يا كابتن ومنور استاذ حوا. كنت منور النهارده على شاشات مودرن ريسورس. نعرف بقى دينا للجمهور، دينا المتحدث الرسمي باسم رابطة مشجعات نادي الزمالك، المتحدث الاعلامي بتاع الرابطة. ازيك يا دينا؟ ازيك يا آلاء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا دينا، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. لسه كان في مداخله من شويه. كان معانا اتصالات. دينا ماتش مصر يا دينا. دينا هتتفرجي فين على الماتش؟ اتفرج معاكي. معايا يا دينا. شاطرة يا دينا، برافو عليكي. ربنا يكرمك. هتفرج عليه فين؟ انت عارفة نتفرج فين؟ موقعنا انا وانت. بلاش نقول يا دينا عشان حد. نعم يا مصطفى. ايه رايك في السوق السوداء، مع ان انا عارف ان انت شغاله في السوق السوداء يعني؟ اكيد هتشتغلي فيها. السوق السوداء دي يعني مشكله جامده جدا جدا جدا. طب النهارده بتكلموني عند النادي الاهلي الفريق مصر بيقول لك عاملين مظاهرات هناك جامده جدا جدا جدا، وعامله مركز واقف عمال يضرب في الناس، وعاملين يقولوا واحد اتنين التدخل فين. كمة المنظره بجد اللي حصل. دينا راحت على فكرة في الحرب دي يا مصطفى ورجعت زي ما راحت عادي يعني. والله رحت امبارح نادي الزمالك، بس موسم العصفور ورحت موسم العصفور وكان منظر جميل. صورت كام صورة كده ببعتهم لكم. يا دينا راجع عايزين الصور دي، الميديا دي. اوكي هبعتها لكم ان شاء الله. ازيك يا دينا؟ وكلمينا شويه بقى كده عن الفنيات بقى وتوقعات الماتش والتشكيل المتوقع، عشان احنا عارفينك من كرويه جامده جدا يعني. بس ان شاء الله مصر هتكسب. انا متفائله جدا، و4-0 يعني عشان حد تقول 4-0 دي كتير، فانا بحب اكون سبيشال شويه. دينا لو سالناكي مين اللي هيجيب الاهداف اكيد هتقولي هاني سعيد واحد منهم، بس قولي لنا الباقي مين. بصي هاني سعيد هيجيب جول بدماغه ان شاء الله. اهو عارفه. لا ان شاء الله عمرو زكي هيجيب جول. ومتعب. يلا وهاني سعيد وابو تريكه يا دينا. ياه بوصل. لا ابو تريكه يا احنا. ابو تريكه صنع السعاده. لا صنع السعاده بلاش ماشي. احنا دلوقتي كلنا بقلب رجل واحد، كلنا بنقول مصر. طبعا كلنا بنقول مصر يعني بجد. انا عارفه والله كل ما اشوف حاجه اهانه بتحصل لمنتخب مصر او بتحصل للمصريين عامه، فالواحد كده من جواه بيقول مصر يعني. الحاجات اللي حصلت في الارض والاحداث اللي بتحصل كل شويه وحرق العالم، احنا مصريين فلازم كلنا نبقى ايد واحده، وان شاء الله نصعد باذن الله. انا هعيط الوطنيه والله. والله هعيط. انا ما كنتش كده انا ما كنتش كده ماشي، بس حقيقي الفتره دي كل شويه حب المنتخب مصر ويزيد. يعني كفايه والله بجد، كفايه ان ناس كتير ابقى ماشيه في الشارع مثلا وتلاقي واحده مثلا تتكلم كده، تيجي تتكلم معاها تقول لك ان شاء الله مصر ما تفهمش من شويه، اقول لها طب مين هيلعب كوره معاك اسماء اللعيبه، بس ان شاء الله مصر هتكسب وتصعد. حتى بإيه يا دينا وانت ماشيه في شوارع مصر ومليانه كلها الاعلام اللي مرفوعه والاعلام اللي بتتباع والحاجات دي كلها، الاجواء دي بتحسسك بايه؟ بتحسسني قلبي كده بخلاف في مصر ان شاء الله تصعد. والله بجد انا كنت بتفرج من شويه مع بابايا على احدى القنوات الفضائيه، كانوا جايبين وصول بعثه الجزائر اللعيبه والبعثه، فبيقول لك ان الباص بتاعهم اتكسر من جوه، وهم عملوا تصريح كده وهيبعتوا لي